بيحكي عمر بن الخطاب انه في يوم كان قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودخل عليهم رجل غريب محدش يعرفه، وكان لابس ثياب بيضة قوي وشعره اسود قوي، ودخل وجلس جنب الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: يا محمد، أخبرني عن أركان الإسلام. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فرد الرجل: صدق. فالصحابة استغربوا لما هو عارف بيسألوا ليه، وبعدين سألوا الرجل: أخبرني عن الإيمان. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فرد الرجل الغريب: صدقت، وسابه ومشى. فشاف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة مستغربين، فسأل عمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ فرد عمر: الله ورسوله أعلم. فرد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. عشان نؤمن بحاجة لازم نكون عارفين عنها، واحنا مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله. بس يا ترى تعرفوا ايه عن الملائكة؟ جاهزين نبدأ سلسلة قصة وأكلة النسخة الرمضانية؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.